ده ماتش كرة ولا معركة شوارع؟ قبل أي حاجة صلي بينا على النبي وخليني أحكي لك. حصلت أكبر خناقة في تاريخ الدوري الهولندي بين فينورد وأياكس. ماتش بدأ عادي بس فجأة الدنيا ولعت، الأعصاب كانت مشدودة جدا والتدخلات بقت عنيفة لحد ما لاعب من فينورد دخل بخشونة على نجم أياكس. اللعيبة نسيت الكرة تماما وبدأت تضرب في بعض كأنه ماتش يو اف سي مش ماتش كورة. الأمن نزل والمدربين دخلوا، حتى الدكة شاركت. الحكم وقف مش عارف يسيطر على اللي بيحصل والجمهور كان في حالة صدمة، لكن كان في ناس مستمتعة جدا بالخناقة أكتر من الماتش نفسه. النتيجة 5 طرد مباشر وغرامات ضخمة على الناديين وماتشات بدون جمهور بسبب العنف. الموضوع ما كانش خناقة عادية، كانت معركة كأنها فيلم أكشن. الاتحاد الهولندي وقتها قال إن دي واحدة من أسوأ اللحظات في تاريخ الدوري وإن لازم يتاخد موقف حاسم ضد العنف في الملاعب. لكن الحقيقة بعض الجماهير لسه بتفتكر الماتش ده كواحد من أمتع المواجهات في تاريخ الكرة الهولندية، وده أكد إن بعض الماتشات ممكن تتحول لمعركة حقيقية جوه الملعب.